ده طلع فيه حاجات كتيرة قوي ما نعرفهاش عن سينا. انا شفت فيلم حلو قوي بيتكلم عن سينا. على فكرة أنا اللي قلت لك على الفيلم ده. على فكرة يا ولاد، احنا لو فضلنا نتكلم عن سينا بصوا يا ولاد، احنا لو فضلنا نتكلم عن سينا ممكن نقعد سنة بحلقة وما تخلصناش الكلام. انا بقى جبت لكم الكتب دي تقروها وتعرفوا عنها كل حاجة. خلي بالكم، في الكتب هنا هتلاقوا اسامي تانية لسينا. يعني في ناس بتسميها ارض التجلي الاعظم، وفي ناس بتسميها ارض الفيروز، وناس تانية بقى بتقول عليها ارض القمر. يعني كل الكتب دي بتتكلم عن سينا؟ يا استاذ تايم، كل الكتب دي، بس مش دول بس، ده في قدهم 10 مرات كمان. امال انتوا فاكرين ايه؟ سينا دي يا اولاد جزء من وطننا، تاريخها مرتبط بكل احداث مصر العظيمه. هي سينا مهمة قوي كده؟ ربنا هو اللي خلاها مهمه. سينا دي يا ادم هي الارض اللي ربنا تجلى فيها وكلم سيدنا موسى. رسل وانبياء وعظماء كتير قوي مروا على الارض دي وعاشوا فيها كمان. سينا يا اولاد شهد على تاريخ مصر كله، من اول اجدادنا المصريين القدماء لحد اللحظه دي. وعلى كده بقى في ناس كتير عايشة هناك؟ طبعا يا استاذ تايب، ناس كتير جدا. اهل سينا، بدو سينا عايشين فيها من الاف السنين. انتوا عارفين بيسموهم ايه؟ بيسموهم ايه؟ بيسموهم اسياد الرمال، واحيانا حراس الرمال. اللي بيسموهم كده؟ بيسموهم كده عشان طول عمرهم بيدافعوا عن سينا وترابها. انتوا عارفين يا ولاد، انا بحب سينا جدا. الناس دولت بيدافعوا عن سينا وترابها. بس أنا عمري ما رحت سينا يا أستاذ. فعلا انا حسيت من كلامي معاكم كده ان انتوا كلكم ما رحتوش سينا، صح؟ صح. لا، انتوا لازم تروحوا، لازم تروحوا وتشوفوها بعينيكم لو عايزين تعرفوها فعلا، مش مجرد قرايه من كتب وبس. انا هقول لبابا يوديني سينا في اول اجازة. وأنا كمان. وانا كمان. دكتور هاني، جدول مواعيدك ايه؟ طبعا وانا كمان. انتوا عارفين وانا قدكم كده كان نفسي اروح سينا قوي، ولما كبرت ورحت عرفت ان كل الكلام اللي كنت بسمعه عنها طلع ولا حاجه قصاد اللي انا شفته. جبال وبحر وصحراء وناس ما شفتش في تبتهم وجدعنتهم، وليهم بقى عادات وتقاليد محافظين عليها لحد دلوقتي. يعني ايه تقاليد؟ تقاليد يا هنا، تقاليد يعني حاجات اتربوا عليها من وهم صغيرين وورثوها عن اجدادهم، زي مثلا اكرام الضيف، نصرة المظلوم، وحفظ النسب. كل واحد فيهم عارف نسبه بالظبط، من اول ابوه لجد جد جد جد، يعني لعاشر جد كده. ده غير بقى ان هم ليهم مقولة انا بحبها جدا. إيه هي؟ بيقولوا قطع الورايد ولا قطع العوايد. يعني ايه؟ قطع الورايد ولا قطع العوايد يا ادم يعني عاداتهم وتقاليدهم لا يمكن يتخلوا عنها ابدا مهما حصل. ممكن تحكي لنا اكتر عن سينا يا استاذ؟ ما انا حكيت يعني. احكي لنا يا أستاذ. ايوه. خلاص اقعدوا مكانكم يلا. بصوا يا ولاد، احنا هنتفق اتفاق. انا دلوقتي هحكي لكم، بس عايزكم بقى لما تكبروا ويبقى عندكم ولاد حلوين زيكم كده، انتوا كمان لازم تحكوا لهم عن سينا واهلها. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا.